السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مع تيمة. اليوم كما كتشوفوا غادي نوجد معكم هاد لي سيجار اللي كيجيو رائعين بزاف، بحشوه اقتصاديه وبنينه، كيجيو راقيين في المنظر ديالهم. كنتمنى انكم تجربوهم. نبداو على المقادير باذن الله. المقادير غادي نحتاجو حاجه بسيطه اللي هو هاد داند فومي كما كتشوفوا. انا خديت هنا داند فومي اللي بالبزار، يمكن لكم تاخذوه اللي بلاش، يعني كل واحد على حسب الذوق اللي كيبغي. نقطعوه هكا على شكل مربعات صغيره. بالنسبه لهاد الكميه اللي درت انا فهنا هذه 30 درهم، يعني ديال لا داند فومي. يمكن لكم ديروا اقل على حساب المتوفر وعلى حساب اللي موجود. صافي كما شفتوا قطعته على هذا الشكل هذا. هنا غادا نضيف ليه هاد المكونات اللي قدامكم كما كتشوفوا. عندي هنايا الفرماج الاحمر محكوك باش كيعطي ديك التعليكه وهذيك التجبيده وهذيك اللذه اللي كتكون في لي سيجار. عندي هنايا الجبن، انا اختاريت هذا الجبن هذا، درت علبه مع هذه الكميه، درت علبه. كاين لكم نتوما ديروا نصف ديال الكميه. عندي هنا شويه ديال الزعتر محكوك باش كنخرجوا هذوك المذاقات ديال لا داند فومي. بالزعتر كيتواتى معاه بزاف بزاف. صافي غادي نخلطو هنا كما شفتوا. ما درت لا شي اضافات وحدين اخرين، ما زدت لا ملح لا والو، لحقاش كلشي هادشي راه مالح. الفرماج الاحمر مالح، ويمكن لكم تستغناو على الفرماج الاحمر، يمكن لكم ما ديروش، يعني ماشي ضروري انكم ديروه. يمكن لكم تكتفيو بالجبن وبالداند فومي. صافي غادي نخلط جميع المكونات كما شفتوا، يعني الطريقه بسيطه وسهله. انا غير بغيت نشارك معكم الطريقه ديالهم، كيجيو لذاذين. كناخذ الورقه ديال البسطيله، الورقه العاديه، ماشي ضروري تكون ورقه الفيلو او لا شي حاجه، ولكن الا توفرت لكم ورقه الفيلو تيجيو بها احسن صراحه. صافي هنا كما شفتوا غادي نبدا نعمرهم بحال ما هذا الشكل هذا. دائما الورقه اللي كنديروا كتكون الجهه الدخلانيه هي الحرشه، واللي من برا هي يعني من الاسفل اللي كما شفتوا هي اللي كتكون ملسه، باش كيجي الشكل ديالهم زوين ومحمر ما فيهمش الطبايع. قطعت انا الورقه على هذا الشكل هذا. يمكن لكم كذلك تخليوها ورقه كبيره وديروهم دي سيغار طوالين، كيجيو حتى هما زوينين صراحه. غير انا في هادو بغيت نديرهم غير صغارين، ودائما كنبغي ناخذ القياس كنخلي وحده من اللور هكا، وتنبقى ناخذ عليها القياس باش كيجيوني كاملين تقريبا قد كما تلاحظوا. صافي انا كنستمر كما شفتوا بحال ما هكا حتى كنعمر كلشي. صراحه هاد الكميه عطاتني واحد الكميه كبيره ديال لي سيغار. هانتوما غتشوفوا معايا شحال عطاتني. وهنا البنات، هنا الكميه اللي كانت بقات ليا، يعني ما بغيتش نطيب كلشي. الكميات اللي بقاو ليا قسمتها على زوج ودرتها في هاد العلب هادو، ولويت عليها واحد الساشي، وغنخليها في المجمد الوقت اللي بغيتها غادا نجبدها. هنا هادوك اللي كانوا كيطيبوا بغيت نصور لكم هاد المرحله هادي باش نوريكم ان هادوك القنينطات اولا لي سيغار اللي زيرتهم راهم يقدروا يتفرقعوا، يعني خليو ليهم اتساع فين يتنفخ هذاك الجبن وياخذ المساحه ديالو.
هنا من بعد ما طابوا كيما شفتوا كيتحمروا مزيان صراحه، نرخفوا عليهم النار في الفران ونخليهم ياخذوا الوقت الكافي ديالهم باش كيتقرمشوا مزيان. هنا بالنسبه للتزيين خديت واحد شويه الفرماج احمر اللي طحنته مع شويه ديال المعدنوس كما كتلاحظوا، ودرتو فوق منهم وهما باقيين سخان باش يذوب عليهم ويبقى هذاك المنظر ديالهم بحال ما هكا، كيجيو رائعين صراحه، كيعطيهم واحد المنظر مميز واحد اخر. صراحه الشكل ديالهم كيجي راقي بزاف وزوينين، تقدروا ديروهم كبار كما تقدروا ديروهم صغارين كما درتهم انا. هنا غادي نخليهم حتى يذوب عليهم كما شفتوا الجبن صافي، وغادي نقدموهم على هذا الشكل هذا. كما كتسمعوا القرمشه ديالهم رائعه البنات، كيجيو مقرمشين بزاف ولذاذين صراحه. كما كتشوفوا ملي كنعطيهم الوقت الكافي في الفران يعني راه تيطيبوا مزيان، ديك الورقه كطيب حتى الورقه الدخلانيه كطيب. بالنسبه لهاد المملحات اولا لي سيغار كنفضل انهم يطيبوا في الفران باش ما يشربوش الزيت بزاف، ولكن الا تشهيتوا شي نهار ديروهم في الزيت ديروهم فيهم، ما كاين حتى شي مشكله، حيت انا كل مره صراحه شنو كنتشهاو. هذه هي النفس ديال الانسان. انا تنقول قربت النهايه ديال الفيديو، تنخليكم في امان الله وتنقول لكم نهاركم مبروك وتقبل الله صيامكم. والله يدومها نعمه يا ربي ان شاء الله. هنا في نهايه ديال الفيديو غادي نخلي لكم واحد المقتطفات من شي فيديوهات قدام باش تشوفوهم معايا وان شاء الله يعجبوكم.